ده التجمع الخامس ودي منطقة البنوك، وقررت في الفيديو ده ان انا اقارن ما بين الثلاث محلات شاورما اللي موجودين هناك. طلعت على اول واحد وهو قصر الشام، طلبت من هناك سندوتش شاورما فراخ كان سعره 55 جنيه. الاسعار هنا زادت شوية عن مدينة نصر. الاوردر مفيش تقريبا اخد 5 دقايق وجهز، والاوردر برضه بيجي معاه توميه. طلعت بعدها بقى على اكتر مكان اتطلب مني في الفيديو اللي فات وهو ابن الشام، طلبت من هناك سندوتش شاورما فراخ برضه وكان سعره 53 جنيه. هي الاسعار تقريبا كلها اغلى من الفيديو اللي فات. الاوردر اخد تقريبا عشان يجهز من 7 ل 10 دقايق وبرضه بيجي معاه توميه. وتالت محل بقى هو محل لسه فاتح هنا في القاهره، بس كان بقاله اكتر من 5 سنين في دمياط الجديده، وهو باب الحاره. هو موجود في المنطقه برضه بس بعيد سيكا عنهم. المهم دخلت جوه، طلبت من هناك سندوتش شاورما فراخ برضه. السندوتش ده بقى سعره كام؟ 43 جنيه. لغايه دلوقتي ده ارخص سندوتش شاورما انا جربته. بس هنا بقى الاوردر اتاخر شويتين ثلاثه، قعد تلت ساعه عشان استلم السندوتش. وبالمناسبه السندوتش برضه بيجي معاه توميه. المهم حطيت 3 سندوتشات جنب بعض عشان اشوف فرق الحجم. قصر الشام كان اصغرهم، وابن الشام وباب الحاره الاتنين كانوا زي بعض. جربت في الاول قصر الشام اللي كان سعره 55 جنيه. السندوتش لذيذ، طعم الشاورما نفسها حلو، التوميه مع الشاورما الصراحه ما كانتش كتير قوي لدرجه انها تغطي عليها، فالسندوتش اوفرول كان كويس. وحتى حشو الشاورما نفسها ولا هو كان كتير ولا هو كان قليل، كان حاجه في الوسط يعني. الطعمية مظبوطة مع الشاورما، هي برضو زيادة سيكة بس هي مش مغطية على طعم الشاورما، في خيار مخلل جوه. كان محتاج يتحمص عن كده سيكة بسيطة. يلا بينا نخش على بعض. ابن الشام سعر السندوتش ده زي ما قلت لكم 53 جنيه. اول ما اخدت قطمه كده، بصوا يا جماعه، هي الشاورما متروسه جوه، متروسه، وطعم الشاورما نفسه الصراحه كان حلو. بس بالنسبه للسندوتش نفسه بقى، هو السندوتش كان ناشف، كان محتاج بس التوميه اللي فيه تزيد شويه. حد هيجي يقول لي طب ما هم بيدوك توميه مع السندوتش بره، دي حقيقه وانا معاك فيها مليون في الميه، بس حته التوميه اللي هم بيديهاني دي ما تكفيش 4 قطمات تقريبا من السندوتش. فهم ممكن يزودوا علبه التوميه دي نفسها او يزودوا توميه جوه السندوتش نفسه، بس هم محتاجين يحلوا النقطه دي عشان عامه طعم الشاورما نفسها الصراحه كان حلو قوي. السندوتش ده الشاورما طعمها حلو قوي بقى، بس السندوتش ناقص طعمية حبة حلوين، اتحمص تحميصة كويسة، طعم الشاورما نفسها حلو، كمية الشاورما جوه السندوتش نفسها حلو. هو بس كان محتاج يتحمص والتومية تزيد سيكة بسيطة، أو يحط له تومية بره أكتر، يعني يحط له 2 تومية بس دي هتخلص في بتاعتين. بس هو عامة السندوتش طعمه حلو قوي. يلا نخش على اللي بعده. باب الحاره، المحل اللي جاي من دمياط الجديده، اللي سعر السندوتش عنده ارخص سندوتش لغايه دلوقتي انا جربته وهو 43 جنيه. انا اول ما اخدت قطمه كده برضو من السندوتش، الشاورما طعمها لطيف، محطوط كده معاه خيار مخلل، بس فيه طعم انا مش متعود عليه. مش عارف بقى اذا كان هو طعم حبهان او ايه، انا ما كنتش قادر احدد يعني بالظبط، بس كان فيه طعم مختلف. وعامه السندوتش كان طري بشكل ملحوظ مع انهم كانوا محمصينه، فاعتقد ده عشان هو كان مزيت سنه بسيطه. بصوا انا الساندوتش ده تقريبا كلت 3/4 عشان خاطر اقدر اقول رايي فيه، يعني ايه بشفافيه. هو الساندوتش طري قوي، هو كان شارب زيت سيكه بسيطه. الطعم الشاورما اللي فيه صراحه حلوه، فيه خيار مخلل لزعه كده بسيطه مدياله وتيست حلو. بس المهم بقى تعالوا نرتب السندوتشات دي. وقبل ما نرتبهم، كل سندوتش كان جاي معاه توميه، فدي فرصه هايله ان انا ادوق واقارن ما بين التوميات بتاعتهم. قصر الشام كنت حاسس انها قلب على مايونيز قوي، باب الحاره كانت اقرب من قصر الشام للتوميه، واخر حاجه التوميه بتاعت ابن الشام هي دي بالنسبه لي كانت اقربهم للتوميه، بس كان فيها طعم لاذع كده، وانا بالنسبه لي بحب الطعم اللاذع، بس ما اعرفش انتوا هتحبوه ولا لا. طيب وبالنسبه للسندوتشات بقى، اكيد طبعا كلنا هنتفق على حاجه واحده، ان احسن قيمه مقابل سعر فيهم هو باب الحاره. بس احسن طعم شاورما بالنسبه لي فيهم الصراحه كان ابن الشام. يعني انا كنت حاسس ان طعم الشاورما فيه كانت حلوه قوي، وزي ما قلت لكم لو كان ليا تعليق عليه فهو بس محتاج يوازن التوميه مع السندوتش، عشان أنا كنت حاسس ان في حاجه غلط. وفي المجمل ما تنسوش ان دي كانت تجربتي الشخصيه في وقت معين انا رحت فيه، بس ما تنسوش برضو ان انتوا اللي بتكملوا المقارنه دي. فعايز اي حد منكم جرب محل من المحلات دي يقول لي هو بيحب او ما بيحبش ايه فيهم. وهسيب لكم برضو كومنت في الفيديو ده تقولوا لي ايه الاماكن اللي انتوا بتحبوا تاكلوا شاورما، او ايه الاماكن اللي انتوا عايزينها تخش في المقارنات الجايه. وفي اخر الفيديو ده بقى، شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف ويز اباظه. سلام.